Evet, Şeyh Ahmet Yasin'in yakın arkadaşlarından, direniş ulemasından Şeyh Mervan Ebu Asım aramızdalar. Hoş geldiniz. Yine Filistin Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Üstad Münir Said aramızdalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ayrıca 25 yıl işgal zindanlarında kalan ve Aksa tufanı sonrası özgürlüğe kavuşan Ramazan ve Şahiye ve arkadaşları aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Emperyalizme diz çöktüren Afganistan İslam Emirliği'nden Lütfullah Refiki ve arkadaşları aramızdalar. Hoş geldiniz. Filistinli şehit lider Fethi Şikafi'nin arkadaşlarından, Filistin İslami Cihat liderlerinden Üstad İhsan Ataya ve arkadaşları aramızdalar. Hoş geldiniz. Lübnan Direniş Hareketi yetkililerinden merhum Fethi Yeken'in kurucusu olduğu ve Cemaat-i İslami Hareketi liderlerinden Üstad Hasan Eyyubi aramızdaydılar. Az önce çıkmak zorunda kaldılar. Hepiniz adına ona da hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Evet, aramızda Mısır'dan da kıymetli misafirlerimiz var. Mısır İhvan-ı Müslümin Cemaatinden Şeyh Sabih Cübbe aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mısır Cemaat-i İslami liderlerinden İslam Gamri ve arkadaşları aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, Diyarbakır şehri Hama'dan 25 yıl zalim Esed'in zindanlarında kalan İslami direniş önderlerinden Üstad Mahmud Aşur aramızdalar. Mahmud Muhammed ve Musa Abdülahad aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ayrıca Irak, Yemen, Bangladeş, Cezayir, Senegal, Makedonya ve Tacikistan gibi farklı İslam coğrafyasından çok kıymetli misafirler var aramızda. Hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Yine Türkiye'nin çok değerli ve kıymetli cemaat ve hareket başkan ve temsilcileriyle siyasi partilerin temsilcileri aramızda. Hepimiz adına hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. أنا تيسير سليمان من مدينة القدس ومن مسؤول العلاقات في مكتب الأسرى والشهداء والجرحى. بهذا المؤتمر السنوي الذي يعقده حزب الهدى وفي هذا المكان هو جزء من حالة تضامن مع الحالة الإسلامية، وبما أننا نتكلم بحالة اعتداء على الأمة الإسلامية في كل الأنواع، كان في لبنان، كان في فلسطين، كان في العراق، في إيران، نحن بهذا الموقف بحضورنا هون نقول نحن ضد الظلم وضد الاعتداء، وعليه نحن سوف نفعل كل ما يمكن أن يكون للدفاع عن المسلمين في كل مكان. المهرجانات واللقاءات هي حالة تعبير عن أننا كمسلمين جسم واحد نتضامن ضد الاحتلال وضد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي. رسالة فلسطين تقاوم الاحتلال منذ سنوات طويلة وعلى رأسها حركة حماس والمقاومة. رسالتنا واضحة، نحن سوف نستمر بالدفاع عن فلسطين، عن المسجد الأقصى، عن كل مسلم في فلسطين وكل مسيحي، ونحن نطلب من العالم كله أن يقف معنا لنستطيع أن نخرج الاحتلال من فلسطين. وشكرا لتركيا، شكرا لحزب الهدى، وشكرا لمنطقة الذي يسعى دائما ليكون معنا نحن كمسلمين ضد الاحتلال. شكرا لكم. اسمي عصام تليمة من علماء الأزهر من مصر. الفعالية اليوم نحن بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى العظيمة التي ينفرد الأتراك بالاحتفال بها مرتين،
مرة في التاريخ الهجري ومرة في التاريخ الميلادي، حتى يكون الإنسان دائما على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة فعالية هائلة وكبيرة، الجمهور حاشد ويعطي رسالة للناس عن مدى تجذر حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الأتراك جميعا، وأن مهما حاولت المحاولات التي حاولت أن تزيل هذه العاطفة أو تقلل منها، أنها تعطي صورة للعالم كله عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب التركي والمسلم والإنسان الذي يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال برسول الله يكون بالتمسك بسنته، بالدفاع عنه، بالدفاع عن المسلمين، بالدفاع عن أراضيها، بالدفاع عن مقدسات المسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لتركيا الخير ولكل بلاد المسلمين، وأن يحرر الأقصى وكل بلاد المسلمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزام الأيوبي من لبنان، الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية. نلتقي اليوم في هذه الفعالية الرائعة والعظيمة في ذكرى ولادة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وتحت شعار محمد قائد البشرية والأمان، في زمن أحوج ما تكون فيه البشرية لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث تعيش الدنيا بأكملها حالة من الصراع تشبه المرحلة التي جاء فيها نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية. اليوم تعيش البشرية حالة غير مسبوقة من الصراعات والقتل والظلم، لذلك لا خلاص للبشرية إلا برسالة وهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو اليوم كما كان بالأمس منقذا للبشرية، اليوم رسالته هي وحدها التي يمكن أن تنقذ البشرية، ولا شيء سوى ذلك. I am Muhammad Zakir Hussain. I am living here in Skudar and I am representing Bangladesh Jamaat Islami, as well as I am the chairman of Al Ummah Foundation. Today I attended here and this is very nice program about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Actually, if we don't do this program, like this program, we will forget our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So we have some duty to remember him, to show our activities, our love. Then Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam will alive in our society, in our generation, and next generation, future generation, they will know about our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So this is our duty to perform many activities about his life and activities. So this is mashallah, today's program is very nice program, very important program, and I am very much happy to attend this program. So I am giving thanks and appreciate to organize this program and for invitation me to attend this program.